السلام عليكم، السلام عليكم. كذا كذا نعمل لكم. هنا كم على الشوارع، هناكم قال لكم اخرجوا خرجتم. مو من عام 2011 من يوم ما بديتم بالشوارع ما لقيناش عافيه، والله ما لقينا عافيه منكم. كذا يلبسوا النظاره، ما فيش نظاره معي والله. كذا عملوا لنا ولا كذا؟ يا وينكم؟ خرجوا صيحوا العمله، صيحوا صيحوا. انا يا منصور راجح، انا انت يا منصور راجح. يعني منصور راجح رجل الانسي وبتسمى بالدنيا جالسين يلعبوا اللعبه دي كلها عليكم على شعب. انتم عارفين ليش اخذوا تعاطفكم كمجتمع؟ يعني منتمي للشرعيه، كلنا منتمين نحن للشرعيه، هذا ما فيش نقاش. انا بيني انا والحوادث دم، هذا كذا من الاخير ما فيش. هذا شوفوا موضوع انا احنا والحفا ما لهش نقاش، لانه بيننا احنا وهم دم، والدم هذا ما هوش مرق، هذا ما فصله. هم عارفين الكلام هذا. طيب هم خرجوا اعلامهم يسبوا له مين؟ للزنجباري، للزنجباري. ركزوا، وانتم تعاطفتم مع الزنجباري وخرجتم، قال لكم الحساب خرجوا خرجوا خرجوا. والجماعه منصور راجح المفترض انكم تدعموا قرارات منصور راجح، هو المسؤول عن المصارف والبنوك والامور هذه، هو القرارات اللي جات من عنده. المعبقي اللي وقع، ما لكم. اعملوا الحركه هذه، خلوا الحوثه هجموا على المعبقي، انتم خرجتم تدافعوا على المعبقي، والجماعه يشتغلوا بالعمله حقهم من تحت. شغل عيال الكاك بانك. يعني ابتسامه بدنيا ورشيد الانسي والفتالين هذول الباقيين كلهم اشتغلوكم من شق وطرف. ايه انا قال المغترب كم بنحول الشهر هذا؟ تخيلوا مغترب سعودي يستلم بالشهر 2000 1005، معاش ياكل، مش يشرب، مش يدفع ايجار، مش حول لاهله. والحبه البيض 250 مدري ب 300. ايش بيحول لاهله كذا؟ فهمونا ايش بيحول لاهله المغترب هذا. فهمونا الذي راتبه يستلم 80,000، اللي يستلم 100، اللي يستلم 200. اجدع واحد بالحكومه بالدوله انتم الموظفين الصغار كم تستلموا؟ المعلم كم تستلم؟ القاضي كم تستلم؟ كيف؟ كم تستلموا انتم كامل؟ المتقاعدين انتم كم تستلموا؟ المتقاعدين يستلموا 65,000 انتم عارفين، والحبه البيض 300. كيف يصرفوا ذول؟ كيف يعيشوا؟ طيب مين رئيس الجمهوريه؟ للنواب، للوزراء، للوكلاء، للمستشارين، للمراسلين حقهم، اللي بالرئاسه هذول اللي بالمعاش هذول يسلموا بالدولار. اعلاميين يجيبوا لهم للخارج بالدولار. اعلاميين ليش؟ يغضوا البصر، يلبسوا ساكتين لو في نثره مع الرئاسه، ما يتكلموش، ما يهاجموش فلان، ما يهاجموش زعطان، بحقهم. حتى مع الانتقالي العبيدي احتبس بداخل عدن له تهمه ارهاب. ليش؟ لانه تكلم على موضوع هذا اللي يسلموا زلط. يا ما هو خلونا يا جماعه نطرح النقط على الحروف. متناقوع تبهدلنا احنا، مغترب وداخل اليمن تبهدلنا. الان منصور راجع ليش ما تقدم استقالتك زي المعبقي وانت المسؤول؟ لا، الخطه وما في بقى انه المعبقي يقدم استقالته، المعبقي يروح الكوفيه تفلت يطلع هو منصور راجح. هوامير كاك بنك، هوامير حفظ معياد، اذكروا الكلام حقي ولا ارجموا بول البحر. تمام، هذول الهوامير الان اللي شغالين من تحت الستار اللي يزوبوا، هذول المره الاولى لما انقلعهم زمام من البنك انقلعوا. تمام، قرموا لنا البنك المركزي. اعيد الكلام ثاني مره وثالث مره ورابع مره، وارجعوا لتقارير لجنه الخبراء الدوليين كيف عملوا البنك المركزي. حقي وحقك وحقنا كلنا، حق الجمهوريه اليمنيه. يجيبوا معين عبد الملك اشهاد. هيا شوفوا، ما حدش بيرجع لكم الصرف. هذاك زمام اللي بيرجع الصرف الدولار من 900 ل 450، هذا ما بيرجعوش الصرف طول ما هم واقفين. اطرحوه برؤوسكم. الان وين القرارات؟ صدقتونا احنا انه ما فيش قرارات، ان هذا كله عشان ارتفاع العمله. هي وين الحلول الاقتصاديه الان حق العمله؟ احنا رحنا شربت ماء، والشارع خرج يأيد الكوفيه، يجري بعد كوفيه الشارع. تمام، لانكم عيال شوارع وسيبتم الهوامير تلعب بنا. يا منصور راجح قفل الصرافين اللي بلا تراخيص. اجيب اوامر بتقفيل الصرافين؟ ما بيجيبش. ليش؟ لانهم حقهم الصرافين هذول من شؤونهم هم بالميدان. الزيد من 100 بتعز لحاله 130 صراف مستعد يديهم بالاسم بلا تراخيص، يشتروا عمله. عاد في صرافين تشتري عمله ما يبيعش. ايش رايكم؟ وانتم عارفين وانا عارف انه صرافين يشتري عمله ما يبيعش. تجي تستلم حوالتك منه دولار يقول لك بجيب لك يمني، تستلم حوالتك سعودي لا بجيب لك يمني. هذول يشتروا العمله حقكم الصرافين بس. هذول هم سبب ارتفاع الصرف، سبب ارتفاع الحبه البيضاء ولا 300. هذول هم. الان منصور راجع ليش ما توقعش محترم زي المعبقي وتستقيل؟ لا، الان المعبقي منصور راجع يطمح يكون مدير ومحافظ، عفوا محافظ للبنك.
تخطيط بالورقة والقلم، مو ساد بنبات ايري، مو ساد، اقسم بالله مو ساد علينا. ايش تحسبون؟ انا حافظ لكم يا سنوات من 2018 انا وانتم نتطارد ولا نسيتهم؟ عارفين كل خطوة تخطيها يا رشيد، من شقة المعادي. وين ال 2000 كان القعيطي هذاك بنك القعيطي مسكين كان يدي الرشيد 2000 دولار شهريا عشان ما يجيبوش. ايش الخبر؟ يا رشيد اقسم بالله العظيم لا انفلكم نافل. قدر احنا ضايقين، تعرفوا ايش معنى الضايقين؟ نبكر من صبح الله لا مغرب نطلب الله يا ناس. تجي مو ايش نحول؟ ناكل ونشرب. وانت بالسعوديه، وانت اللي بامريكا اللي كنت تحول 500,000 واللي بالسعوديه اللي كنت تحول 500,000. احنا المتضررين المغتربين، احنا اللي نحول حوالات، احنا اللي نجيب لها داخل اليمن. ايش تحسبوا؟ الان عيال الشوارع اللي خرجتم للشارع هي سمعونا اصواتكم. منصور راجع لوضع القرارات، يا يستقيل يا ينزل لكم الصرف ل 300 زي ما كان. هي كصيحوا، هي كنتم ساكتين امس عاملين فيكم لما خرجتوا صيح، هي اليوم صيحوا. اصحابي الليل حنششوا، خرجوا صيحوا اقل شيء على الحكومه، يستلموا سحكم بالريال اليمني. ليش يستلموا بالدولار؟ خلي الهيئات الدبلوماسيه عادي قدوم بالخارج يستلموا بالدولار، لكن اللي بالسعوديه والذي داخل اليمن والذي مستشارين معكم بالوزاره الواحده 1000 مستشار، هذول كلهم يستلموا بالدولار. كم وكلاء وزارات هذول بالدولار. الوزراء كله نائب الوزير، نائب الوزير، نائب الوزير لشؤون كذا، هذاك نائب الوزير لشؤون كذا، هذول كلهم بالدولار. تعرفوا ايش معنى بالدولار؟ هذا ميزانيه كامل. يا رشاد العليمي يا قصدر قرر انه الكل يستلم بالريال. انت شابع معك شركات ومعك جاه ومعك مال، مش محتاج انك تستلم بالدولار راتبات ال 200,000 دولار 300,000 دولار. انت ولا النواب شابعين كلكم. انا القرار ان الكل يستلم بالريال بس، لانه المسؤولين هم مستفيدين من ارتفاع العمله. السلام عليكم ورحمه الله.